النهاردة هحكي لكم عن اتنين من أخطر وأغرب الشخصيات اللي عدوا في تاريخ مصر. ناس يمكن ما كانوش ملوك، لكن تأثيرهم كان ضخم لدرجة إنهم وصلوا للعرش نفسه. ولأن النهاردة هنتكلم عن يويا وتويا. وطبعا أول سؤال لازم يجي في بالك دلوقتي، مين هما يويا وتويا دول بالظبط؟ يويا ده كان راجل جسور من مدينة أخميم في صعيد مصر، وكان رجل دين كبير وقائد عربات ملكية، ومعروف عند الباحثين انه كان شخصية قوية جدا. ولحد النهاردة العلماء مش قادرين يحددوا اصله 100%، وهل هو مصر صعيدي اصيل ولا ليه جذور من الشرق الادنى، لان الاسم بتاعه يويا مش اسم مصر تقليدي، وكمان نطقه مختلف عن الاسماء المصرية المعروفة. وبعض الدراسات بتقول ان ملامحه اللي ظهرت على المومياء ممكن تكون مش مصرية خالصة. علشان كده المؤرخين بيعتقدوا ان يويا يمكن يكون من اصول اسيوية، يعني من منطقة سوريا او فلسطين، وممكن يكون وصل مصر كلاجئ او ضمن حملات، وبعدها قدر يوصل لمناصب كبيرة في الدولة، وده بفضل موهبته وذكائه. لكن اللي اكيد انه كان راجل مهم ومؤثر بشكل غير طبيعي في البلاط الملكي، ودي نقطة مهمة جدا.